ده بقى البتنجان اللي مقلي بمعلقه زيت واحده. ايه، معلقه زيت؟ معلقه زيت. مفيش حاجه تغلب علينا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي معاكم. وما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي. ده حياتي وده شغلي. معانا نص كيلو من البتنجان. انا جبت بقى ايه، بتنجان مخلط. بصراحه انا كنت جايبه اعمل بيه محشي، بس ايه بقى، لقيت الخضره قليله خالص والله، قلت لا اخلله. نزلت عليه بكوبايه ميه زي ما احنا شايفين كده، وهننزل بمعلقه زيت تموين. اي معلقه زيت، زيت ذره، زيت تموين، اي حاجه. انا نزلت بصراحه بمعلقه زيت تموين وغطيناه وسيبناه ايه عشان يستوي معانا. بعد كده هننزل بثلاث معالق كبار من هريسه الشطه اللي احنا كنا عاملينها معاكم في فيديو قبل كده. وهننزل بمعلقه توم كبيره. هنجيب بقى ليمونتين معصورين، ليمونتين معصورين وربع كوبايه من الخل. هننزل عليها بقى بمعلقه كبيره كزبره، ومعلقه صغيره كمون، ومعلقه ونص ملح زي ما احنا شايفين كده. هنضربهم بقى ايه في الخلاط، الكبه بتاعه الخلاط يعني، ضربتين كده بوصات معانا كده. خلصنا الدقه بتاعتنا. نبص بقى على البتنجان، بصوا الميه اتشربت ازاي. بصوا شايفين معلقه الزيت؟ معلقه الزيت دي بقى اللي هتكرمل البتنجان وهتخليه اكنه مقلي بالظبط. شايفين شكله؟ انا هوريكم واحده كده. بنفضل نقلب فيه بالراحه كده. البتنجان ده عملته عجبني جدا يعني. انا اول مره بصراحه اعمله. بصوا شايفين البتنجانه شكلها عامل ازاي؟ تحفه. كده بقى البتنجان اصلا ايه، كرملناه شويه خلاص. كده بقى البتنجان استوى. هنخلله بقى معاكم بالشكل ده. هنحط الدقه بتاعتنا. احنا عايزين بقى نوفر يا جماعه، الدنيا بقت نار. شايفين؟ تحفه يا جماعه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي قوي قوي. و... ويا ريت كل وصفاتي تشوفوها ويا رب تعجبكم. وحابه اشوف اشتراككم الجميل واللايك الحلو بتاعكم في قناتي. ده حياتي وده شغلي. بحبكم في الله. تسلم ايديكم كلكم على كل اللي دعموني.